وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الأطفال يسألون الإمام. رحلة في كتاب الأطفال يسألون الإمام لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يقدمها لكم محمود الأزهري. أعزائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة دي أول حلقة لينا مع كتاب الأطفال يسألون الإمام. والكتاب ده مهم جدا يا أعزائي الأطفال، لأنه بيعرض أسئلة ممكن تيجي في ذهن كل طفل، والأطفال محتاجين دايما اللي يجاوب على أسئلتهم، مش محتاجين اللي يصدهم أو يقول لهم الأسئلة دي يعني ما ينفعش نسألها أو ما ينفعش نجاوب عليها أو كذا أو كذا. لا، الأطفال محتاجين إن كل سؤال يسألوه يلاقوا عليه إجابة، وإجابة تقنع عقلهم، أو يعني ما يلاقوش بعدها صدى للسؤال ده تاني. ففضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عرض مجموعة من الأسئلة في الكتاب دوت، وعرض معاها إجابات جميلة مفيدة للأطفال. الأطفال يقدروا من خلالها يفهموا العقيدة بتاعتهم، عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. معانا النهاردة أول سؤال عرضه مولانا الإمام الأكبر في كتابه، وهو ممكن يجي في ذهن كتير من الأطفال، وكتير من الأطفال في بداية الأعمار بتاعتهم، بداية عمرهم، ممكن يسألوا هذا السؤال: ربنا فين؟ يعني انت كأب أو كأم بتعرف الطفل ان هو له إله، له رب ينبغي ان هو يعبده، ينبغي ان هو يعني يعرف ان هو اللي خلقنا وهو المتصرف في كل الكون ده. فممكن يجي في مرة ويطرأ على ذهني هذا السؤال: هو ربنا فين؟ أين الله؟ وعشان تجاوب على السؤال ده ما ينفعش تقول له لا، ما ينفعش نسأل السؤال ده، انت لسه صغير على هذا الكلام. لا، ما ينفعش تقول له كده، وإنما نقدر نقول له باختصار شديد وبيسر شديد: يا حبيبي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الكون ده كله، والكون ده كله مكون من أشياء كتيرة طبعا. من ضمن الأشياء دي الأماكن، المكان. يعني أنا لو معايا أي شيء بحطه في مكان معين، فالشيء ده بياخد بياخد حيز في المكان ده. يعني أنا معايا مثلا تليفون، بجيبه بحطه على الترابيزة، فبياخد مكان من الترابيزة دي. ده المكان. وعندي الزمان. يبقى أنا عندي من الحاجات اللي في الكون المكان والزمان. الزمان ده اللي هو مثلا الوقت، وقت الظهر ده أنا بعمل فيه كذا، وقت العصر بعمل فيه كذا، وقت المغرب بعمل فيه كذا، وقت العشاء بعمل فيه كذا، الصبح بعمل كذا، بالليل بعمل كذا، وهكذا. ده الزمان. يبقى أنا عندي الزمان وعندي المكان. طيب، مين اللي خلق الزمان والمكان؟ بما إننا قلنا إن ربنا هو اللي خلق الكون كله، فأكيد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الزمان، هو اللي خلق الوقت، وهو اللي خلق المكان. طيب، بما إن ربنا هو اللي خلق الزمان وهو اللي خلق المكان، هل ينفع إن إحنا نحكم على ربنا بحاجة من الحاجتين دول؟ هل ينفع حاجة ربنا عملها؟ يعني إيه ربنا خلقها؟ ربنا خلقها يعني ربنا
أوجدها، ما كانتش موجودة وبقت موجودة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبخلق ربنا له. طيب الزمان ربنا هو اللي أوجده، والمكان ربنا هو اللي أوجده. فهل ينفع إن احنا نقول ربنا في مكان معين؟ ده ربنا هو اللي أوجد المكان، يبقى ربنا كان قبل المكان. ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى وجوده قديم، قبل ما يبقى في حاجة اسمها مكان، وقبل ما يبقى في حاجة اسمها سماء وأرض وهذه الأشياء وهذا الكون كله. ربنا وجوده كمان قبل الزمان. يبقى احنا نعرف اما نيجي نتسأل أين الله أو ربنا فين، أو نيجي يعني السؤال ده يجي في دماغنا، نعرف إن ربنا لا ينفع نوصفه بإنه في مكان، ولا ينفع نحدده بزمان معين. إن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة. فحتى ذلك الحين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.